كل سنة بقى وانتوا طيبين. تعالوا النهاردة بقى نعمل عجينة السمبوسة كويس حلوة جدا وهتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة، وهوريكي كمان في الفيديو ازاي هنحشيها وازاي هنفرزها مع بعض. يلا نروح على الفيديو نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا 3 كوبايات منخولين من الدقيق، 750 جرام بالظبط. هضيف عليهم كمان معلقة كده من الزيت ورشة ملح صغيرة جدا، وبعدين بقى هجيب كوباية كده من المية الباردة وهبدأ اعجنهم كويس جدا مع بعض. وطبعا المية بتاعتك بتنزلي بيها دفعات علشان ما تعرفيش العجينة بتاعتك هتحتاج قد ايه، ممكن تاخد اكتر من كوباية ممكن تاخد اقل من كوباية، فاهم حاجة تنزلي حبة حبة كده بالمية. شايفين بالشكل ده عجينة السمبوسة سهلة جدا جدا وسريعة كمان، بس احنا هنعملها عشان نسهل على نفسنا الوقت ونشيلها في الفريزر. شايفين ادي شكل العجينة بتاعتنا، طبعا سيبناها ارتاحت كده 5 دقايق. هنجيبها بقى نلفها رول بالشكل ده وهبدأ اشكلها. هبدأ بقى اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان تبقى كلها متساوية قد بعضها. هشكلها بقى كرات اهو زي ما انتوا شايفين، لازم كلهم يبقوا باحجام متساوية قد بعضهم علشان تبقى معاكي الطبقات متساوية. شايفين اهو. وطبعا هتفردي العجينة بتاعتك على قد حجم الصينية بتاعتك. بعد بقى ما شكلتهم كده هاخد اول واحدة شكلتها وهبدأ بقى افردها بالنشابة بتاعتنا بالشكل ده. شايفين اهو. انا عايزة بقى افردها كده بحجم متوسط ومتساوي. شايفين طبعا اهم حاجة ترش عليها دي من فوق من تحت علشان تتفرد معاكي بسهولة وتبقى جميلة معاكي وما تاخدش معاكي اي وقت ولا تلزق معاكي. شايفين بقى انا شكلتها بالشكل ده وفردتها. هبدأ افرد واحدة تانية كمان. انا عايزة افرد 3 طبقات متساويين قد بعضهم اهو. ادي الطبقة الثالثة. عايزة اقولك بقى لو انتي كترتي في الطبقات بتطلع معاكي مش حلوة، بيطلع معاكي كل الطبقات لازقة، مش كلهم بيفكوا من بعضهم بسرعة. هجيب هنا بقى كده الحاجة اللي هتخليكي ما تلزقش الطبقات بين بعضها. هنحط معلقتين من النشا وهننزل عليهم كمان بمعلقتين من الزيت، وهنبدأ نقلبهم كويس جدا كده لغاية ما القوام يبقى معايا انسيابي، مش يكون متماسك، لا يبقى انسيابي معاكي شوية. شايفين بالشكل ده اهو. طبعا قلبيهم كويس جدا جدا، وهنجيب بقى الفرشة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. شايفين اهو جبت الفرشة. ابدأ بقى ادهن اول طبقة بالخليط اللي احنا عاملينه ده. لازم تدهني الطبقة كويس جدا، ما تخليش اي مكان فيها مش مدهون علشان ما تلزقش معاكي وما تطلعش بسرعة بالشكل ده. هنجيب بقى التانية نحطها فوق منها، ولازم الاحجام يبقوا متساويين قد بعضهم. هنكرر برضو نفس الموضوع وندهن كده الطبقة اللي من فوق بالشكل ده. اخر طبقة هنحطها بقى من غير ما ندهن فوق منها اي حاجة، يبقى الطبقة اللي من فوق مش بندهن عليها اي حاجة. هنبدأ كده نظبطهم مع بعض عشان يبقوا الاحجام متساوية. وكمان هنجيب الدقيق ونرش عليهم دقيق من فوق ومن تحت وهنفردهم كمان اهو. شايفين كده مظبوطة معايا. هرش عليها بقى الدقيق علشان ما تلزقش، وانتي بترشي دقيق حاولي ما تكتريش علشان ما يطلعش السمبوسة بتاعتك العجينة فيها دقيق كتير هتبقى مش حلو. ولو حسيت ان هي فيها دقيق كتير ممكن تنفضيها باي فرشة تكون نضيفة كده، هتلاقيها تنفض معاك الدقيق كله. بفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. لغايه ما تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين هي انا كده فردتها مظبوطه جدا. ادي 3 طبقات على بعضهم بيبقوا بالسم كده اهو. هتجيب بقى هنا على البوتاجاز بتاعك صينيه تقلبيها وعلى نار هاديه او متوسطه، يعني اصغر عين عندك في البوتاجاز، وهتفردي عليها الفطيره اللي احنا عملناها بالشكل ده او عجينه السمبوسه بتاعتك.
شايفين هي اول ما بتحطيها على اي حاجة سخنة يا دوب بتاخد لون على طول، تروحي قلبها على الجنب التاني بالشكل ده، لان احنا مش عايزين العجينة تنشف، فما تطوليش عليها على البوتاجاز في التسوية. شايفة؟ لو عندك كمان صينية تيفال ممكن تحطيها على البوتاجاز وتشتغل عليها عادي جدا. لو ما عندكيش يبقى استخدمي الصينية زي اللي انا عاملاها كده. شايفين بقى ابتدت تطلع فقاقيع هوا ازاي؟ كده العجينة بتاعتك مظبوطة جدا. هنقلبها بقى على الجنب التاني اهو، شايفين الشكل عامل ازاي؟ خلاص كده جاهزة معايا، ما تسيبهاش اكتر من كده. ادي اهو كده الطبقات اهو بعد ما هديت شوية طبعا وانتي بتفكيها، شايفين تطلع معاكي بكل سهولة. ده بقى بسبب النشا والزيت اللي احنا عملناهم مع بعضهم. هنبدأ بقى نساوي كده الاطراف كلها دي، الزوايد هنشيلها علشان نعملها كده مستطيل باحجام متساوية وشكل يكون جميل وحلو بالشكل ده. شايفين؟ عايزه اقول لكم ال3 كوبايات دي ما شاء الله طلعوا كميه محترمه. تقدري بقى تحتفظي بيها كده في الفريزر بالشكل ده عادي خالص. حطيها بقى في اكياس، واول ما تيجي تشتغلي بيها تطلعيها قبلها من بالليل مثلا تفك، او من الصبح وتشتغلي بيها بعد كده تبقى معاكي حلوه جدا جدا، احلى من تشتريها الجاهزه. هنجيب بقى هنا كده جبنه وفلفل، طبعا عايزه حابه تقطعي زيتون قطع صغيره ضيفي عليها عادي جدا، اي نوع جبنه ممكن تحشي بيها السمبوسه بتاعتك. شايفين انا بلفها كمثلث كده وبتني الطرف ده واضغط عليها واحاول احط الاطراف كلها سوي بعضها. وبعدين هنا بقى عشان اقفلها وما تفتحش معايا في الزيت هنجيب معلقتين من الدقيق عليهم معلقتين من الميه ويبقوا انسيابيين كده شويه، وبعدين هلزق بيهم السمبوسه بتاعتي بالشكل ده. شايفين؟ هعمل واحده كمان قدامكم باللحمه، دي لحمه متعصجه بالبصل عادي جدا وملح وفلفل اسود وكمان رشه صغيره كده من بهارات اللحمه. وهنلف برضو المثلث بتاعنا بالشكل ده، وكل طبقه هتسويها على الطبقه اللي تحت منها عشان يبقى الشكل متساوي. وبرضو هلزقها هنا بالخليط اللي احنا عملناه دي مع الميه بالشكل ده. شايفين شكلها؟ هنبدأ بقى نقليها دلوقتي مع بعض ونشوف هتطلع معانا ازاي. تقدري بقى تحتفظي بيها وهي بالحشوة بتاعتها كده عادي خالص في الفريزر، وهتطلع معاكي ممتازة. يا دوب هتطلعيها تفك شوية وبعد كده هتقليها، هتوفر عليكي الوقت والمجهود. شايفين اهو؟ طبعا السفرة بتاعت رمضان ما بتستغناش عن السمبوسة ابدا، او المقبلات والحاجات الحلوة بتاعتنا دي. شايفين كده بقى اهو شكلها؟ ده شكل بقى السمبوسه بتاعتنا بعد ما خرجت كده. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.